السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير يا رب. طبعا ما قطعتش اجازة رمضان من فراغ، اكيد في حاجة مهمة جدا وان شاء الله هتلاقيها في اخر الفيديو. تابع معايا الفيديو عشان ده فيديو مهم جدا لاي حد حابب يبدأ مجال الداتا اناليسيز وايه الويب سايت اللي هتساعده انه يتعلم مجال الداتا اناليسيز. الويب سايت هيكون معانا بالعربي هو ادراك. زي ما قلت ان انا مش هشرح تسجيل الدخول او ان انا هشرح ازاي تكريت اكونت عامة على ادراك او على اي ويب سايت انا هشرحه. الحوار بيكون ببساطة جدا وبيكون سهل، انت بس تدخل على الويب سايت وبتقدر ان انت تكريت اكونت بسهولة. هنبدأ اول حاجة ان احنا نكتب تحليل البيانات. آه، بعد ما تكتب تحليل البيانات بيشرح لك التخصصات اللي بتجيلك او الدورات زي ما انت شايف كده هتيجي دلوقتي. ده اول حاجة بيشرح التخصصات عامة. لما تيجي تكتب تحليل البيانات بيقول لك التخصصات المفتوحة، الدورات المفتوحة، ايه اهم الدورات اللي موجودة عندك، كل حاجة فور فري. هنبدأ بعلم البيانات والتعليم الآلي، دي أهم دورة أنا دخلتها وبدأت فيها بس ما كملتهاش، بس يعني بفهمك الدنيا بتمشي ازاي. بيشرح لك الوحدات، الوحدة الأولى، الوحدة التانية، الوحدة التالتة. مين اللي بيشرح الكورس، الليفل بتاع الدورة متوسط زي ما انت شايف على الشمال كده. ده الجزء الخاص بإدراك. تاني ويب سايت معانا وهو رواق، مش هيختلف كتير عن ادراك. الفكره بس ان انا بخلي عندك كذا مكان تقدر تروح له تتعلم منه نفس المجال. لو انت مع جزء الشخص اللي هو بيكون على ادراك تقدر تروح على رواق، وهيكون نفس الخطوات في تسجيل الدخول او ان انت تعمل ويب سايت عليه. هنيجي عند تصفح المواد هنا كده وهنكتب تحليل البيانات. بيساعدك رواق ان انت بيكون في يعني كذا شخص تاني تقدر تروح له في كذا كذا دورة على في مجال تحليل البيانات. زي الدورات اللي موجودة دلوقتي في هنا، مش كل حاجة فري، هتلاقي في حاجات فري وحاجات لأ بفلوس. تمام. في كذا تولز، يعني مثلا هنا بيشرح الار دي برضه مستخدمة في تحليل البيانات. اس بي اس اس ده مجال تعليم التحليل الإحصائي، تحليل البيانات الإحصائية. تمام، ده برضه بيساعدك كتير. تمام، بيدخلك في حتة الاستاتستكس أكتر. تمام، ده من الويب سايت الكويسة جدا. دلوقتي انا معانا اول ويب سايت بالانجلش وهو 365 داتا ساينس. هو مش فور فري دايما، بيكون فور فري من شهر 11 في اخر كل سنة لحد شهر 12. ميزة 365 داتا ساينس ان هو بيكون مهتم سبيسيفيك جدا بالداتا اناليسيز والداتا ساينس والماشين ليرنينج والبيزنس انتليجنس عامة. المجالات اللي هي مهتمة بالداتا بس مش بيهتم بباقي المجالات، او مش بيشرح كل المجالات زي ادراك مثلا ورواق بيشرحوا مجالات مختلفة عن الداتا عامة او مجال السوفت وير عامة. لا، بيشرحوا مجالات تانية. لا، 365 داتا ساينس مهتم جدا بالمجالات الداتا بس. لو احنا كتبنا داتا اناليسيس فوق او كده هيشرح لك، هيجيلك كورسات كتير. تمام، مهتمة بالداتا. زي ما قلت لك هو مش فور فري. بس ليه ميزة ان انت يعني تقدر تحصل على سيرتيفيكيت منه وتقدر ان انت تكمل دبلومة كاملة. السيرتيفيكيت بتطلع بعد ما بتخلص التيست الخاص بالكورس. يعني انت بيكون في بعد كل كورس بيكون في تيست تقدر ان انت لازم تجتازه عشان تقدر تحصل على الشهادة بتاعته. تاني ويب سايت بالانجلش وده من اهم الحاجات المفضله ليا بصراحه. يعني بيكون فيه كل حاجه، ده الويب سايت فعلا اللي فيه كل حاجه تقدر تتعلم منه الداتا اناليسيز من يعني من A to Z. حرفيا بيشرح لك كل حاجه من اول الاستاتستكس لحد الاكسل لحد السيكوال، الباور بي اي، البايثون. كمان بيكون سبيسيفيك جدا في المجال اللي انت مهتم بيه سواء داتا اناليسيز او داتا ساينس. بيكون فيه براكتس، بيكون فيه بروجكت. كل حاجه كل حاجه يعتبر في الويب سايت ده. كل حاجه هتلاقيها على على التاب اللي على الشمال. البراكتس هنا لو انت عايز تعمل تبراكتس على اي كورس انت خدته قبل كده. في جزء البروجكت، لو انت حابب ان انت تشتغل على بروجكت كامل في بروجكت كامله. بيقول لك ايه الحاجات اللي انت هتتعلمها في البروجكت ده او ايه الحاجات اللي انت تستخدمها او ايه الكورسات اللي المفروض تاخدها عشان تقدر يعني تعمل البروجكت ده. ده غير الكورسات الكتير، كورسات كتير جدا في كل التولز اللي انت لازم تتعلمها للداتا اناليسيز او داتا ساينس. في ميزتين تاني اللي هو السكيل تراك. السكيل تراك ده ميزته ان هو بياخدك مثلا لو انت دوست على الباور بي اي فهو بيعلمك كل الباور بي اي، الفاندامنتال والابديت والكلام ده كله. نفس الحكايه هنا السبريد شيت زي ما انت شايف كده، بيكون في سبريد شيت فاندامنتال، بعد كده الانترميديانت، بعد كده بيعلمك الفاينانس بالسيكوال باستخدام قصدي السبريد شيت. هنا برضه حتة الكارير تراك. الكارير تراك ده اللي هو بيعلمك يعني مثلا هنا في سيكوال فور داتا اناليسيس. تمام، يعني هنا بيكون السيكوال مختص بالداتا اناليسيس بس. زي ما قلت لك حرفيا ويب سايت فيه كل حاجة. ده من اهم الويب سايت اللي لازم تدخلها لو انت حابب ان انت تتعلم داتا اناليسيس او داتا ساينس. بجد مهم جدا وهيفيدك جدا وهيفيدك جدا 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 يعني. دلوقتي مع الويب سايت التالت وهو يعتبر ويب سايت معروف لكل الناس.
سواء مهتم بمجال داتا او لا، وهو يوديمي بيكون كويس جدا لو انت حابب ان انت تبدا في اي مجال عامه، سواء داتا اناليسيز او لا او اي مجال تاني. زي ما قلنا ان احنا مش هندخل في تفاصيل اللي هو ازاي تعمل كريت اكونت او كده، احنا بندخل نكتب على السيرش داتا اناليسيز، بعد كده بنختار مثلا حاجات الفري. انا حابب ان انت تبدا بالحاجات الفري، مش حابب ان انت تدفع فلوس في الاول خالص. فانت لما تيجي تفلتر وتعملها فري، هتلاقي في حاجات كتير جدا مهتمه بالداتا اناليسيس والداتا ساينس. يوديمي بيدعم اللغتين عربي وانجليش، في كورسات بالعربي في كورسات بالانجليش، مش شرط ان انت تاخد كل حاجه بالانجليش على يوديمي، لا في كورسات بالعربي كويسه جدا وفي ناس كويسه جدا على يوديمي. دي من مميزات يوديمي، ان هو بيدعم اللغتين وفي نفس الوقت فور فري، يعني في حاجات فري كتير جدا، مش شرط ان انت تاخد حاجات بفلوس في الاول. رابع ويب سايت معانا وانا متعاملتش معاه غير وانا باخد منحه اي تو اي وثبات، هو كويس جدا بجانب طبعا اللايف سيشن اللي كنا بناخدها في المنحه. انت مجرد ان انت تكتب داتا اناليسيس هتلاقي كورسات كتير مهتم بالداتا اناليسيس، تقدر ان انت تبدا فيها لو انت ما لقيتش حاجه مهتم بيها في الويب سايت اللي فاتت. خمس ويب سايت معانا هو كورسيرا مهمه جدا، زي ما قلت لك هو اللي هيساعدك يحطك على اول الطريق. هنكتب دلوقتي داتا اناليسيس، هيجي لك اول كورس طبعا اللي هو جوجل داتا اناليسيس، ده اللي هيحطك على اول الطريق وهيعلمك السكيلز او الطريقه اللي انت تقدر تفكر بيها، سواء جوجل داتا اناليسيس او اي بي ام داتا اناليست. تمام، في الحالتين هما الاتنين كورسين كويسين جدا ويقدر يحطوك على اول الطريق. كورسيرا مش كل الكورسات عليه فري، وتقدر ان انت تقدم فاينانشال اد عشان تاخد الكورسات. وصلنا لاخر الفيديو وشرحنا كل ويب سايت اللي يقدر يفيدك كداتا اناليست. تمام، ايه اللي فرق ويب سايت عن التاني، ايه الويب سايت اللي بتدعم اللغه العربيه وايه الويب سايت اللي بتدعم اللغه الانجليش. تمام، وفي ويب سايت بتدعم اللغتين. كده انت عرفت الفرق بين كل ويب سايت والتاني، تقدر ان انت تبدا وتستارت ان انت تقدر تختار كورس معين من الويب سايت ده وتقدر تبدا، وان شاء الله تكون بدايه خير، وان شاء الله تقدر تتعلم، وان شاء الله تقدر توصل للليفل اللي انت عاوزه. وصلنا لاخر الفيديو وانت اكيد مستني المفاجآت اللي انا قلت لك عليها في اول الفيديو. اول مفاجأة معانا وهي موقع كورسيرا نزل شهادتين جداد لجوجل، وهي اول شهادة جوجل داتا اناليتكس بروفيشنال، وتاني شهادة جوجل بزنس انتليجنس بروفيشنال. ده هيساعدك جدا لو انت حابب ان انت تطور من نفسك في المجال، او حابب ان انت اتعلمت من شهادة جوجل الاولى، فانت دلوقتي جوجل نزلت لك شهادتين تانيين تقدر ان انت تطور من نفسك فيهم. التانية واللي بصراحة قطعت اجازة رمضان عليها عشان الديدلاين بتاعها قرب وهتخلص في 17/4، وهي منحة ALX بروجرام، اكيد سمعت عنها او اكيد اتبعت لك مسج على الميل بتاعك او على الواتساب او سمعت عنها في اي فيديو على يوتيوب. المنحه دي هتكون مهمه جدا لاي حد حابب يبدا في مجال داتا اناليسيز، لانها بتدعم تو بروجرام، داتا اناليتكس وداتا ساينس، وفي برضه بروجرام سوفت وير انجينيرنج وسيلز فورس ادمنستريشن. ده برضه تو بروجرام تانيين، بس خلينا دلوقتي مهتمين في مجال الداتا اناليسيز عامه. دول اهم مجالين تقدر ان انت تبدا فيهم، سواء داتا اناليتكس او داتا ساينس. انت لو حابب تبدا في المجالين، اليكس بروجرام دي منحه مهمه جدا، ولازم تعمل ابلكيشن وتقدر تقدم وتلحق قبل الديدلاين. انا قطعت اجازتي عشان خاطر المنحتين دول، عشان انا عرفت ان هم مهمين جدا لاي حد حابب يبدا المجال، وهم فعلا هياخدوك من الاول لحد ما توصل لليفل كويس تقدر ان انت تبدا من عليه تاني، يعني تقدر ان انت تبني عليه وتوصل لليفل كويس تقدر تبدا بيه في المجال ده ان شاء الله. فحاول ان انت تستغل الفرصه دي، وحاول ان انت تعمل الابلكيشن في اسرع وقت، لان زي ما قلت لك الديدلاين قرب جدا في 17/4. يا رب يكون الفيديو توتال عجبكم، ويا رب ان شاء الله تكون فتحة خير لاي حد يبدا في المجال ده، وان هو يبدا يتعلم صح، سواء من على الويب سايت ده او ان هو يبدا في منحة ALX. وان شاء الله تكون بداية خير ليكم كلكم.